مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. معلومة في السريعة كنت عايز أعرفها لحضراتكم. العربية دي كانت كل خطوة تطفي، كل خطوة تبطل، تمشي خطوة وتبطل. فيها مشكلة في الأيدل. فكيت الأيدل لقيته مليان زيت. طيب ايه سبب وجود الزيت اللي في الايدل؟ نعرف ان احنا الايدل لما يكون في مشاكل بننضفه بالسبراي، ممكن يشتغل، يكون الملف بتاعه باظ من جوه فبيحتاج تغييره. بس احنا بنتكلم عن سبب وجود الزيت في غرف الايدل. زي ما حضرتك شايفها، سبب وجود الزيت انا عندي مشكلتين مش اكتر من كده. اول مشكلة ان انا عندي بخر زيت في المحرك، بخر زيت جامد في المحرك. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا عندي انسداد في بلف البخارة. لو بلف البخارة ده مسدود هيعمل معايا مشكلة في تصريف الهواء والضغط اللي جوه المكنة، فبالتالي بيطلع على هيئة نترات زيت بتطلع على العمة، فمن العمة بيخش على الايدل، لان الايدل معروف ان هو بينظم لي الهواء اللي داخل على المنف وعلى غرف الحريق. فمن هنا وجود الزيت مشكلتين: يا اما المكنه نفخه فيها بخر زيت جامد بسبب الشمبر فيها وحش، يا اما فيها بلف البخاره مسدود، السكس بلف بتاعه معلق او مسدود مش شغال بانتظام كويس، فبالتالي في ضغط بيتجمع جوه ما بيتصرفش من خلال الخرطومين بكفاءة، فبالتالي الضغط كله بيبقى على خرطوم واحد اللي هو ده خرطوم العمة الراجع على الغرف، فبالتالي بيطلع على هيئة نترات زيت. يا ريت ما توقفش المعلومة عندك. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويا ريت تشير المعلومة لصاحبك صاحب العربية الفيرنا عشان يستفيد من المعلومة دي، عشان خاطر موضوع الزيت اللي منتشر اليومين دول في الايدل. شكرا لكل المتابعين.